اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالى نعمل مع بعض كده ملبن الأحمر بالسوداني، حاجة كده جميلة ونضيفة حلوة جدا. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. معايا هنا كوبايتين من السكر، هاتي اي طاسة اي كزرولة عندك، كوبايتين كده من السكر عليهم كوبايتين من المية، معلقتين كبار كده من عسل الجلوكوز معايا. هبدأ انزل بيهم وابقى صعب جدا وهو بينزل كده. لو ما عندكيش عسل جلوكوز انزلي بحبة عسل ابيض. هجيب معايا نص كوبايه حلوه كده من النشا، عليها ربع كوبايه من الميه، وابدا ادوبهم كده مع بعض لحد ما يبقى ناعمه خالص وكريمي كده. اركنها على جنب. معايا 3 معالق كبار من الجيلاتين، ادوبه معايا في معلقتين من الميه. غلى خلاص الخليط معايا كده، هبدا انزل بخليط النشا اللي انا دوبته بحبه كده من الميه، وابدا اقلب تقليب مستمر بياخد معاكي من تلت ساعه ل 25 دقيقه. وهنزل باللون الاحمر بتاعي واحده واحده كده لحد ما يديني اللون اللي انا عاوزاه. نزلت معايا كده مع 3 معالق من الجيلاتين اللي انا دوبتهم في حبه من الميه، وابدا اقلب بقى واهدي النار خالص عليه. النار تبقى هاديه جدا وايدك مستمره في التقليب كده على طول واحده واحده. طبعا بص الخليط لسه سايل شويه. هبدا اظبط اللون كده معايا. ده لون طعام جيلي صحي بتجيبيه من عند اي خامات حلويات. معايا كيسين كده من الفانيليا ورشه صغننه قوي من ملح الليمون، وابدا ان انا اقلبه كده على النار واحده واحده لحد ما يديني قوام حلو. قبل ما انزل معايا بالسوداني، ما تنسوش تعملوا متابعه واشتراك عندي على قناتي. بقى مديني قوام خلاص تقيل كده. معايا كوبايه من السوداني، وابدا ان انا اقلب فيه لحد ما ينزلش منه معايا من على المعلقه خالص، يبقى قوامه تقيل كده بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي كده. هات اي علبه بلاستيك كده معاكي، اديها رشه خفيفه جدا من الزيت او حطي فيها كيس بلاستيك، بيبقى حلو وجميل جدا ويفضل معاكي لحد تاني يوم. بصي ما بينزلش معايا من على المعلقه خالص. ده القوام اللي انا عايزاه، القوام المظبوط بتاعه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده كده خلاص. هنزل بيه معايا كده، سيبيه يهدى دقيقتين 3 وانزله كده معايا في اي علبه بلاستيك او تفرشي فيها اي كيس بلاستيك كده، بتبقى حلوه جدا. حاجه حلوه جميله بناكلها اول حاجه في علبه حلاوه المولد. اي كيس بلاستيك كده على الوش وفي التلاجة لحد تاني يوم بيطلع معايا متماسك وجميل جدا بالشكل اللي شايفينه ده. هبدا ان انا اقلب العلبه معايا كده، بتقلب معاكي بمنتهى السهوله. وقطعي بقى التقطيع اللي انتي حباه وعاوزاه، بيبقى حلو جدا متماسك. طعمه وريحته حلوه قوي. لو عندك موارد برضه ممكن تحطي بدل الفانيليا اللي ما بيحبش الفانيليا، الموارد برضه او ميه الورد بيديله طعم وريحه حلو قوي، متماسك ولونه وطعمه وريحته جميله جدا. متنسوش تعملوا متابعة واشتراك عندي على قناتي على اليوتيوب والفيسبوك. بصوا لونه متماسك وجميل قوي قوي قوي، طعمه وشكله حلو قوي. يا رب الفيديو خفيف يكون عجبكم، واشوفكم على خير. السلام عليكم.